ويحتشد جم غفير ممن لم يتيسر لهم الحج إلى بيت الله الحرام، يجتمعون عند أبي عبد الله الحسين، يتشرفون بلثم تربته المباركة لما في زيارته عليه السلام في يوم عرفة من الفضل والمنزلة الرفيعة، حتى ورد أن الله تبارك وتعالى يلتفت إلى زوار أبي عبد الله الحسين قبل أن ينظر إلى حجاج بيته الحرام. ويشير الإمام الحسين عليه السلام إلى عالمية هذا اليوم في دعائه المبارك ليوم عرفة: ومما جاء فيه فإليك عجت الأصوات بصنوف اللغات. فهذا إشارة إلى عالمية هذا اليوم واشتراك جميع البشر في هذا العمل المبارك، وهو التوبة وطلب المغفرة وطلب البداية النقية من جديد، لكي يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويعودوا إليه، والله غني عنهم، وإنما ينفعون أنفسهم بهذه العودة ويخلصوا أنفسهم من الشقاء والنكد وضيق المعيشة التي يعيشونها بسبب ابتعادهم عن الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.